السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. في البداية حابة اسألك سؤال: هل لاحظت ان في ناس بيغيروا جو حواليهم من غير ما يتكلموا؟ مجرد وجودهم، من غير ما يتعصبوا، من غير ما يتوسلوا، من غير ما يزعقوا، مجرد ان هم موجودين فبيغيروا المكان حواليهم والطاقة حواليهم. الناس بتبدأ تدور عليهم لما بيختفوا وبيتوتروا وبيستنوا ان هم يكونوا موجودين. يعني الناس بتحس بغيابهم وبتبدأ ان هي تتلخبط وتدور عليهم. هل قررت في يوم ان انت تكون الانسان ده؟ ايه اللي هيحصل لو قررت تكون الانسان ده؟ انك قررت انك تنسحب بدل ما تنفجر، قررت ان انت تسكت بدل ما ترد. هنا هيبدأ التغيير الحقيقي بتاعك. في الفيديو بتاع النهاردة ده هتتعلم حاجة مهمة جدا جدا، انك تحافظ على طاقتك النفسية، وكمان ان انت ازاي ما تبقاش مجرد لعبة في ايد اللي حواليك. وفي اخر الفيديو هيبقى فيه سؤال علشان يكشف لك انت فين دلوقتي والمفروض تكون فين لما تتعلم وتبدأ التغيير. هتعرف الارهاق اللي انت دايما حاسس بيه مش سببه الشغل ولا سببه ضغوط الحياة، لكن السبب الحقيقي فيه انك متاح دايما، متاح عاطفيا، جسديا، نفسيا للناس اللي حواليك. وازاي ان التغيير اللي انت محتاجه هيكون في الصمت مش في الكلام. في حكمة قالها كارل يونغ مهمة جدا، بتقول إن كل حاجة بتثيرنا في الآخرين ممكن إن هي تودينا لفهم أعمق لنفسنا. وعايزة أقولك إن ده مش مجرد اقتباس، دي مراية. الناس بتتحكم فيك من خلال ردود أفعالك، من خلال توقعهم منك إنك هترد، هتبرر، هتشرح، هتفسر موقفك بأي شكل. لكن إن أنت لما تقرر إنك تسكت أو إن أنت تنسحب من المناقشة بهدوء أو تنسحب من الموقف بهدوء، الناس اللي كانت شايفاك زرار الطوارئ العاطفية بتاعتهم هيحسوا إن هم تايهين من غيرك. وما تخافش، ده مش انتقام، ده وعي. في باحثة في علم النفس اسمها نيكول لابيرا كانت قالت حكمة مهمة جدا، إن أكتر الناس استنزافا ليك هم اللي بيحبوك علشان أدوارك مش علشان ذاتك. والحكمة دي هتكشف لك قد ايه اللي انت مش شايفه. كل نعم انت بتقولها وانت مش مقتنع بيها، كل شرح زيادة عن اللزوم، كل رد سريع انت بترده، انت بتتخلى عن نفسك في المرحلة دي. وده هنا هي بتسميه الارهاق النفسي الخفي. وهنا هقولك على 5 خطوات للتغيير، 5 خطوات هقولهم لك ببساطة وانت هتستشعرهم جدا بما انك بتعاني من الموضوع ده. رقم 1: ارصد محفزاتك. ايه الحاجة اللي بتخليك ترد اوتوماتيك؟ ومين الشخص اللي دايما بيحاول ان هو يشدك للصراع؟ رقم 2: هتتدرب على الصمت الواعي. يعني بدل ما ترد رد سريع هتستنى 7 ثواني قبل ما ترد وبعدين ترد. هتحاول ان انت تتفرج على الموقف من بره بدل ما تنغمس جواه وتعمل الحاجة اللي هي اساسا مضايقاك. رقم 3: هتبدأ انك تنسحب من العلاقات احادية الاتجاه اللي انت دايما فيها المساعد، المنقذ، المصغي. العلاقة دي مش متوازنة نهائي وما فيهاش اي نوع من انواع العدل، فانت هتسحب نفسك منها بالتدريج. رقم 4: انك هتحمي وقتك وهتحمي ردودك. مش كل حاجة تتقال قدامك لازم ان انت ترد عليها رد سريع، مش اي موقف هيحصل قدامك يتطلب منك رد فعل. هتعرف هنا ان الصمت احيانا بيكون افضل رد. رقم 5: هتتعامل مع الشعور بالذنب على انه علامة شفاء، حاجة مش غلط. انت مجرد انك حسيت بالذنب معناها ان هنا هتبدأ ان انت تتغير وتبقى للأحسن. وهنا في سؤال صريح عايزاك تجاوب عليه بمنتهى الأمانة: مين أكتر شخص في حياتك بيتوتر لما أنت تسكت؟ مين الشخص اللي بيزعل لما بيلاقيك مشغول أنت بنفسك؟ هل وجودك بالفعل كان ليهم ولا كان ليك؟ وعايزاك تكتب في التعليقات: أنا بختار سلامي لو قررت أنك تسحب طاقتك من اللي بيمتصوها. والحكمة النهاردة من الفيديو هو إن الصمت مش ضعف، ده حاجة كبيرة جدا جدا اسمها توزيع للطاقة. والانسحاب كمان مش هروب، ده عودة للذات. وعشان كده لما تبطل تكون متاح للكل، أخيراً هتبقى متاح لنفسك. في النهاية بتمنى ان الفيديو بتاع النهاردة ده يكون شحن طاقتك لنفسك مش للآخرين والناس اللي حواليك اللي بتسحبها. وأتمنى ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات ايه أكتر حاجة حسيتوا ان هي هتفيدكم وهتنفذوها فعلا. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. شكرا ليكم، سلام عليكم.